بيبتدي الفيلم مع طيور أليسترينا اللي قررت تهاجر بعد موسم الشتاء عشان ترجع أرضها تاني، وبيفضل الزعيم بتاعهم طاير قدام ويقول لهم أهم حاجة لازم نخلي بالنا عشان أكيد شادو دلوقتي هيبقى مستعدلنا وعايز يقتلنا. وبيكون شادو واقف على الجزيرة عشان أول ما يشوف السرب بيقول خلينا بقى نتغدى بقى النهاردة، وبيروح لياسكو اللي حبسه بقفص وبيقول له انت عندك طلعة في سرب طالع علينا دلوقتي فعايزين نمسك منه كام واحد. فبيقول له ياسكو انا مش قادر ورجلي مخبوطه فشوف حد احسن مني في الشغلانه دي. فبيقول له شادو انا مش جاي اهزر معاك ويمسكه ويرميه على السرب. بيفضل الزعيم يبعد عنه لحد ما بيقدر ينزل بيهم بأقل خسائر، واول ما بيوصل للجزيره بيقول لمراته انا كنت المفروض ابقى قائد احسن من كده وما نخسرش حد خالص. فبتقول له لا طبعا دي مش غلطتك، انت عملت اللي عليك وزياده. وبيفضلوا الاتنين يرقصوا شويه لحد ما بيقولها تعالى نتفرج على المكان بقى عامل ازاي، وبيلاقيه زي مكان قبل شتا بالظبط. وبيروح بعد كده يشوفوا البيضه بتاعتهم وصلت لايه، فبيلاقوها خلاص هتفقس. ويفضل الاتنين قاعدين مبهورين لحد ما بيلاقوا ابنهم طالع منها فبيسموه بلوي. فبيقول لابوه انا اعلمك ازاي تبقى زعيم زيي عشان تعرف تقود الصرب. فبيقول ابنه انا جاهز اتعلم. فبيمشوا الاتنين مع بعض وبيروحوا على الشجره، وهناك بيفضل ابوه يعلمه شويه حركات ازاي يجيب الحشرات ناحيته لحد ما يبص في الميه فبيشوف ان بلوفر جنبه ويعجب بيها ويفضل يتمشى معاها طول اليوم. ويفضل ابوه يتريق عليه ويقول ده من اولها كده نازل سخن. وبيرجع الاتنين بقى في اخر اليوم فبيقول الراجل لمراته نمي انت وريحي وانا هقف احرس المكان عشان لو حد من اتباع شاد وعمل حاجه ابقى مستعد له عشان دي مراتي وابني. فبيفضل واقف فبيلاقي ياسكو داخل عليه وبيقول له الزعيم اخلع من هنا، مش انت اللي شادو بيستخدمك طعم عشان يصطادنا؟ فبيقول له ياسكو لا انا خلاص تبت من الشغلانه دي واصلا بقيت نباتي، يعني مش عايز منك حاجه، المشكله الوحيده ان شادو بيخطط يهجم عليكم فشوف انت عايز تمشيها ازاي. فبيقول له الزعيم اخلع انت مالكش دعوه تشغلش بالك، مش واحد جبان على اخر الزمن هو اللي هيقول لي اعمل ايه. وبعد ما بيمشي بيلاقي ابنه صاحي فبيساله يعني ايه جبان، فبيقول له احنا طيور شجاعه بنسافر كتير بين القارات والمحيطات، الجبناء بقى بيبقوا عكسنا مفيش سفر ولا حتى في الشتاء. فبيقول له ارجع بقى نام عشان هيبقى في تدريب بكره كتير. فبيروح بيقول له يتعلم الطيران وبيفضل واقف خايف من الموضوع، بس بتكون معاه بلوفر اللي بتطمنه شويه. وفي نفس الوقت ده بيكون ابوه عامل كمين لشادو عشان لو هاجم عليهم بجد زي ما ياسكا قال له يبقى كل حاجه مستعده. وفعلا تلاقي شادو داخل عليهم فبيعلق له شبكه وما بيعرفش يعدي منها وبيرجع تاني فبيقرر يهجم من الناحيه التانيه. وبيكون في الوقت ده بلوي بيحاول يطير عشان يروح لشادو فبيصطاده وبياخده معاه وبيهرب، بس ابوه بيوصل في اخر لحظه وبينقذه وبيقع بلوي في البحر وبيشوف ابوه متعلق فوق وشادو خلص عليه ويطلع منه ريشه فبياخدها بلو معاه ويفضل زعلان مبيرضاش يتكلم بعد كده ومبيرضاش يقول اي حاجه لحد ما تروح له بلوفر وبتقول له خلي بالك انت ابن الزعيم والمفروض انت الزعيم القادم، يعني لازم تتعلم الطيران وتاخده معاها وتفضل تشجعه على الطيران. بس بيفضل واقف متردد لحد ما يطلع عليه قط يمسكه ويخطفه ويهرب بيه على البيت. بس اهل البيت بياخدوا بلو يحبسوه في قفص ويرموا القط بره البيت. وبتشوف بلوفر المنظر فبترجع تقول لامه ابنك اتخطف والقط خده. وبتفضل الام زعلانه عشان خسرت ابنها وجوزها في وقت قريب، فبتقول لهم خلاص احنا لازم كده نهاجر من هنا عشان كده احنا مش قد الشتاء اللي هيبقى هنا. وبيفوق بلوي بيلاقي نفسه في القفص وبيشوف الشباك اللي قدامه فبيشوف باقي السرب بتاعه وهما طايرين وبيعرف ان عيلته هتسافر وتسيبه. فبيفضل زعلان ومتضايق وبيحاول يهرب من القفص وبيشوفوا القط اللي بيكون داخل البيت تاني عشان ينط على القفص ويفضل يهزقه. فبيلاقي بلوي القفص اتفتح وبينط منه وبيجري على الشباك المقفول وبيجري عليه القط عشان يفتح بلوي الشباك فبيوقعه بره المكان خالص ويخلص منه وبيطلع من البيت جاري عشان يحاول يلحق باقي عيلته. فبيلاقي السرب بيبعد ومش بيعرف يلحقه فبيقول لنفسه انا لازم اقابلهم في يوم. وبيرجع تاني وهو زعلان وماسك الريشه اللي وقعت من باباه ويفضل يفكر هيعمل ايه لحد ما تطير منه الريشه علشان يقوم يجري وراها ويقول لا حتى دي كمان عايزين تاخدوها مني. وبيلاقي نفسه في الشارع وحواليه عربيات كتير وبيشوف شويه طيور واقفين وبيقولوا مش انت اللي غلبت القط ورميته من الشباك من شويه، بس انت مش هتستحمل الشتاء عشان كده عيلتك كلها سافرت، انت لسه هنا بتعمل ايه؟ فبيقول لهم لا مش قضيه الاكل هنا كتير. وبيكتشف بعد كده ان كل المحلات دي هتقفل في الشتاء فبيسألهم عن مكان اسمه وادي الفردوس. فبتفضل الطيور توريه الخريطه وتعرفوا يعمل ايه لحد ما يشكرهم ويقرر ان هو يبدأ رحلته لوحده.
عشان يوصل للوادي. بيفضل بلوي ماشي في الجبل لوحده وهو خايف، فبيلاقي الدنيا قلبت والجو بيمطر وبيستخبى في جنب. بيصحى تاني يوم بيلاقي الارض كلها اتجمدت، فبيكمل ماشي، بس في نص الطريق بيلاقي في صقر طاير في الجو وعايز يقتله. فبيفضل يجري منه وبيهرب منه، بس مش بيعرف يخلع لحد ما بيطلع طائر كبير ريشه شبه التلج وبيقول له انت بوظت عليا الفخ يا غبي، وبيسيبه وبيمشي. بيفضل بلوي مكمل الطريق لحد ما يلاقي الصقر راجع وراه تاني، فبيستخبى في الكهف. فبيطلع من الكهف جيرين بارد، فبيقول له انا مش هخلص منك يا ابني، كل ما اروح مكان الاقيك ناطط لي. فبيقول له بلوي انت فاهم غلط، اصل شادو عايز ياكلني. فبيفكر جان شويه وبيقول له بس كده شادو عايز ياكله وانا عايز اكل شادو، فناخد معايا بلوي اعمل بيه فخ لشادو عشان ما يقرب منه وانا اصطاده. فبيقول له انت صعبت عليا، تعالى بس ما تعملش صوت، في المكان ده فيه ثعلب وما تقولش حاجه عشان لو سمعك هيقتلك. فبيمشي معاه وبيوصلوا المكان مفتوح. فبيقول له بلوي اقف انت في الفخ ده وانا معايا متفجرات، اول ما شادو يوصل انا هصطاده. فمش بيعجبه الخطه في الاول، فبيقتنع بعد كده. فبيقول له ماشي انا هفضل واقف بس تكمل معايا لحد الوادي. بيسمع بلوي فار عمال ينادي على حد يساعده، فبيجري بلوي عليه بسرعه وبيديله خشبه، فبيمشي عليها في البحر، بس بتقع بيه التلجة اللي كان واقف عليها. فبتاخده على الشلال، بس بيكون جارين صحي من النوم وهو ورا عشان يلحقه. بياخده معاه ويفضل ينشفه وبيقول له خلي بالك الشتا ده حاجة تانية، ما تساعدش حد ولا ليك دعوة بحاجة. وبياخده ويفضل يتمشى معاه شوية وبيشوف الثعلب ماشي ورا اثار اقدامهم هما الاتنين. وبيقعد جارين وبيقف في كهف، فبيقول له ان وادي الفردوس ده فيه ناس مش كويسه زي ما هو فاكر. وبيساله بلوي انت ايه سبب العداوه بينك وبين شادو، مع ان كل واحد عايش في مكان بعيد عن التاني. فبيقول له جارين انا هحكي لك، زمان كنت عايش مع عيلتي في عش لطيف وبروح كل يوم اجيب الاكل وارجع، لحد ما في يوم هجم عليهم شادو، وقبل ما اقدر اوقفهم كان قتل عيالي كلهم. عشان كده من ساعتها انا عايش بس عشان انتقم منه، ومش هقدر غير لما اعمل كده. وبيقول له بلوي انه لازم يعيش برضه عشان في واحده اسمها بلوفر بيحبها ولازم يرجع يقابلها تاني. وهو وعد نفسه بكده. وبيقول له جارين ما تقلقش هتعيش والدنيا هتبقى فل، وبكره كمان هعلمك ازاي تطير عشان تبقى جاهز لكل حاجه. بس في نص الكلام بيصعد بلوي وبيفوق عشان يلاقي الثعلب خطف جارين وبيجري بيه في الجليد. وبيقول له جارين هات الصدفه اللي عندك بسرعه. فبيمسكها بلوي وينفخ فيها فتطلع صوت عالي، ويلاقي التلج تحته عمال يتكسر وهو مش فاهم فيه ايه. بيطلع من تحته الفار اللي كان انقذه عشان يقول له انا جاي ارد لك الجميل بعد اللي انت عملته معايا. تطلع عيلته كلها وبتقول له ما تقلقش، انت مش بتقول الثعلب خطف صاحبك، احنا هنظبطها مش قضيه. وبياخدوه معاهم للمكان اللي الثعلب فيه وبيدخلوا عليه ويفضلوا يشتتوه ويخلوه يجري وراهم لحد ما يعرف بلوي يعرف يدخل لجارين. وبيقول له احنا لازم نطلع بسرعه عشان ما فيش وقت. وطبعا بيكون جارين مصاب بعد اللي حصل مع الثعلب، وعشان يفضل طالع بالراحه وهو مش قادر يمشي لحد ما ينام على باب الكهف. ويقول له بلوي انا هريح هنا شويه. وبيقول بلوي انت عايز شويه حشرات هتظبط لك الدماغ دلوقتي وتخليك زي الفل. وبيروح يدور على اي حشرات ليه، فبتقوم عاصفه ثلجيه وتفضل ترميه لحد ما يعرف ان هو مش هيقدر عليها، ويقرر ان هو يدخل يستخبى في اي مكان. فبيدخل فبيلاقي كهف فاضي، وبعد كده بيكتشف ان الكهف ده بتاع شادو ويلاقيه واقف فيه عمال يتكلم. وبيفضل بلوي يتحرك بالراحه لحد ما يوقع عظمه بالغلط. فبيجري عليه شادو وبيقول له ايه ده، ومش انت اللي انت هربت مني قبل كده؟ المره دي بقى مفيش هروب. قبل ما يوصل له فبيوصل جارن ويقع على الارض بيقول له انا لازم انتقم منك. فبيكون مصاب ومش قادر يتحرك، فبيضربوا شادو بسهوله وبيمسكهم من رقبته. بيمسك بلوي المتفجرات ويقول لهم انا هفجر دي واهرب عشان لازم نخلص من شادو. بيفضل واقف متردد ومش عايز يأذي جارين، فبيرماه في اخر الكهف وينط مع جارين من الكهف على الارض ويشوفوا الكهف وهو بيتفجر. وعلى الارض بيقول له جارين بس كده انا حلو عليا قوي اللي انت عملته بقى معايا، لو عايز تكمل طريقك لحد وادي الفردوس ولاد اللي في السماء هيخلوك تشوف الطريق. لحد ما يفضل بلوي زعلان وعمال يعيط عليه، فبيعرف انه لازم يتحرك قبل التلج ما ينزل تاني. وبعد ما بيمشي بيقول لجارين هو ايه اللي مشاه، انا قلت كفايه عليا كده، انا عايزه اريح بس شويه. وبيفضل مكمل بلوي ماشي في الجليد وهو متلج لحد ما يروح في النوم عشان يحلم ببلوفر وهي بتخون وخلاص نسيت انه كان موجود. فبيقوم من النوم وبيقول لا مش هيحصل الكلام ده، انا لازم اوصل لهم. وبيتسلق الجبل ويفضل ماشي لحد ما الجليد يزيد عليه وبيقع على الارض. فبتقع صدفه من ايده وبيقول انا خلاص كده استسلمت وهموت مكاني. وبيغمض عينه وهو مش قادر يتحرك. بيكون في ظبي معدي من المكان وبيشوف بلوي وهو واقع جنب صدفة، فبياخده على قرونه ويفضل ماشي بيه لحد ما يوصل لوادي الفردوس اللي كان بلوي بيحاول يوصل له. واول ما تشوف الحيوانات اللي هناك فبتقول له ايه الطائر اللي انت جايبه معاك ده وازاي يستحمل الشتاء ده كله. بيكون هناك الفيران اللي ساعدهم، وكمان ياسكو اللي عرف يهرب من شادو،
وبيجربوا يصحوا بلوي من اللي هو فيه بس مش بيفوق. فبيقول لهم واحد خلاص مفيش حل ان احنا لازم ندفنه ونضمن ان هو مش هيعفن. وفي طريق الدفن بيفوق بلوي وبيقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ انا كويس وكل حاجه زي الفل، التلج بس عشان مش متعود عليه هو اللي تعبني. فبيقول له الظبي خلاص حظك حلو، والشمس طلعت النهارده وده معناه ان الربيع هيبدأ بكره، يعني ايام الشتاء والتلج اللي انتوا شفتها خلاص اعتبرها خلصت ومش هيجي زيها السنه اللي جايه ان شاء الله. لما بيسمع بلوي الكلام ده فبيتضايق وبيقول لو بكره الربيع يبقى كده عيلتي هتيجي هنا تاني وبرضه هيقف شادو عشان يقتلهم، بس انا مش هسمح لهم بكده، بس انا ما بعرفش اطير، طب اعمل ايه؟ بيفضل يفكر لحد ما بيقعد وهو زعلان. بس بيروح له الخروف وبيقول له بص انت بتقول ان انت بتحب واحده في السرب ده يبقى لازم تنقذها، الطيران انت كده كده مولود بيه، كل اللي انت محتاجه هو الشجاعه عشان تقدر تطير. وبيتحمس بلوي لما بيسمع الكلام ده وبيفضل يحاول يطير لحد ما بيعرف فعلا يطير، وبيرجع لهم وبيقول لهم مين اللي هيرجع معايا عشان نوقف شادو عند حد، بس ما بيلاقيش حد بيرد عليه فبيسيبهم ويرجع لوحده. بيكون السرب بتاعه قرب يوصل وبليفر هي القائد بتاعهم وعماله توجههم، وبيقف شادو يستناهم عشان يصطاد منهم اللي هو عايزه. بس بيوصل بلوي على الارض عشان اول ما مامو تشوفه مش هتبقى مصدقه نفسها، وبتاخده بالحضن وبيشوفه جارن وبيقول له انت صايع بقى وبقيت بتعرف تطير بقى. بيحاول جارن ان هو يضرب شادو بس مش بيقدر عليه، وبيفضل شادو يضربه عشان يروح له بلوي ويفضل يستفزه. قبل ما يعمل حاجه بيخلع بلوي من الفخ وبيفضل يطير وشادو وراه، فبيقول لجارن هاتوا لحد الجرس هنا. فبتشوف بلوفر انه محتاج مساعده فبتروح وراه وتفضل تشدد شادو لحد ما يخبط في الجرس وبيقع في حفره، قبل ما يطلع منها بينط عليه جارن وبيحاول يدفنه فيها. بيرجع بلوي عشان يعيش تاني مع السرب بتاعه وبيعترف لبلوفر ان هو بيحبها، فبتقول له ان هي كمان بتحبه. وبيودعوا جارن وبيقولوا لو حبيت تزورني انت عارف انا مكاني فين. ومن بعدها بتعيش كل الطيور في سلام من غير الصقور اللي بتهدد حياتهم. وبكده بيكون نهاية فيلمنا. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد.